يا ابو اللبايش يا قصب عندنا فرح واتنصب. يا ابو اللبايش يا قصب جابوا القميص على قدها، نزلت تفرح عمها قال يا حلاوة شعرها. قصب السكر من المحاصيل اللي ليها تاريخ كبير عند المصريين، وزيه زي القطن من المحاصيل اللي الفلاح المصري بيعتمد عليها في جوازة ولاده، سداد دينه، وبناء داره. على مر السنين من زراعة قصب السكر بقت سلعة استراتيجية واهتمت بيها الدولة، وأنشأت العديد من المصانع الضخمة لتكرير وتعبئة السكر بجوار مناطق الزراعات زي قنا وأسوان وسوهاج، منها مصانع كومومبو وإدفو ودشنا وأرمنت وقوس وإفت ونجع حمادي وأبو قرقاص وجرجة. وزير الزراعة قال من يومين إن مصر قربت تكتفي ذاتيا من السكر، واللي ما يعرفش مصر بتزرع 350 ألف فدان من محصول قصب السكر، وبتنتج 8 مليون طن قصب للمصانع، وبتعتبر قنا من أكتر المحافظات زراعة للقصب بمساحة 120 ألف فدان. ويعد مصنع السكر بنجع حمادي هو الأكبر من بين المصانع الأخرى. مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة أكد إن إنتاجية سكر القصب خلال 2022 سجلت 850 ألف طن، مع إنتاج 1.7 مليون طن من سكر البنجر، ليصل إنتاج المحصولين إلى 2 مليون و550 ألف طن.